ايه رأيكم في سفرة المطاعم دي؟ تيجوا بقى اما اقول لكم انا عملت الفراخ الجميلة دي وطبخت الرز القمر ده ازاي. يلا بينا نشوف. هنبدأ بقى يا جماعة كده نقطع الفرخة بتاعتنا علشان نتبلها. يا جماعة احنا شرحناها كده علشان التتبيلة بتاعتنا تدخل وتتغلغل كده جواها في كل حتة فيها. ماشي. دلوقتي بنتبلها من قبلها بيوم. يلا بقى اما اعمل معاكم التتبيله اللي انا اصلا معتمداها لما اجي على طول اشوي فراخ في الفرن. لازم اعملها. تعالوا بقى ايه المركب بتتعمل ازاي واوريكم هنحتاج ايه بالظبط. باقيه من الكاتشب. انا قبل كده كنت بستخدم حر بس المتوفر عندكم اعملوا بيه عادي. ومعلقه صلصه. معلقه كبيره زي كده. معلقه كبيره من الهريسه الحاره. ومعانا هنا مرقه دجاج مكعب. معلقه كزبره ناشفه. طبعا معلقه مساح. طبعا الفلفل الاسود هنحتاج معلقه صغيره زي كده. ده لا غنى عنه طبعا في اي تتبيله لا غنى عنه. ومعلقه صغيره كده من الكركم. ومعلقه صغيره كمون. برضو مقدار معلقه صغيره كده من توابل الفراخ الجاهزه. ومعلقه كبيره من البابريكا. معلقه من الصويا صوص. ومعلقه من دبس الرمان كده. طبعا معلقه دبس الرمان ومعلقه الصويا صوص دول بينقلوا طعم الفرخه في حتة تانية خالص. دار 3 معالق من الزيت كده. هنحتاج كده 6 فصوص توم مهروسين. وهنا حطيت كوباية من المية. نقلب الخليط كده قلب 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 على مهلك علشان ما توقعش وتدخل الدنيا. لا والله هم قالك قلب 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 علشان ما تنبخش. انا بقول له دي بقى الفرخة الجميلة بتاعتنا. ده بقى هنجيبها كده ونتبلها كويس جدا. طبعا هننتقل لحاجة أكبر. طبعا الفرخة بتاعتنا لا مساج بالتتبيلة بالظبط كده. هنغرقها نخلي كل حتة فيها التتبيلة تشربها. ما احنا شرحناها بقى. بقيتها بقى في التلاجة ليلة بعد ما كده ظبطناها بالتتبيلة. في صينية كبيرة. بطنتها زي ما انتوا شايفين. انا كده مبطنة الصينية علشان لما ادخلها الفرن ما تتحرقش مني. اشيل الورق ده كله وارميه بالصينية دول ده نضيف. اعمل ايه بقى؟ اروح ضيف الشبكة بتاعتنا كده. شايفين؟ ادي الشبكة بتاعتنا اهي. بالفرخة اللي انا تبلتها معاكم امبارح دي طبعا فرخة ونص. وفي الفرن وعلى نار عالية. واحطها. وكل 10 دقايق او ربع ساعة ارشها من ايه من الخليط بتاعها اللي كانت ايه منقوعة فيه عشان تفضل جوسي وطرية وجميلة. احطها في الفرن واوريها لكم بعد ما تخرج. وفي حلة على النار فيها بصلاية متفرطة تخريط ناعم زي كده. وفيها معلقتين سمنة. وادوب فيهم ايه السمنة واسيب البصل لما يتبل. لما تبدأ تاخد لون نحط عليها البهارات بتاعتنا. كده البصلة بدأت تاخد ايه اللون بتاعها. اعمل ايه بقى؟ ارش نص معلقة فلفل اسود. معلقة كبيرة كركم. معلقة كبيرة من الكاري. شوية ملح. مرق الدجاج. طبعا اقلب البهارات بتاعتنا لحد ما اشم ريحتها. واحط بقيه الصوصات معانا لما اشم ريحه البهارات طلعت. ريحه البهارات وهي بتتحمر كده في الزيت تحفه يا جماعه تحفه وهي بتتشوح كده مع البصله واخده ريحتها. ريحه البهارات اصلا بتبقى حلوه لما بتتشوح في الزيت. نحط بقى معلقه صويا صوص غامق.
معلقة كبيرة برضه من دبس الرمان، وحوالي نص مج من الكاتشب، نقلبهم كده مع بعض. هقلب الرز مع الصوص بتاعنا، اشوحه بس حبة صغيرة. طبعا احنا حاطين كل حاجة، بهاراتنا والملح بتاعنا وكل حاجة محطوطة، يدوبك بس هحط العيار بتاعه بتاع المية بتاعه. طبعا دولت مجين هياخدوا 4 مجات من المية. نبدأ بقى نحط عياره من الرز في المية. ادي اول مج، ده تاني مج، ادي التالت، وادي الرابع. نقول عملنا عيار الرز بتاعنا، ونسيبه بقى يستوي بقى مع نفسه. شايفين يا جماعة كده الرز بيبقبق. نبدأ بقى نقلبه تقليبة صغيرة ونهدى عليه بقى ونسيبه. بصوا يا جماعة، ادي الفرخة اهي بعد ما طلعت من النار، ما شاء الله ما شاء الله على لونها وعلى جمالها وسقتها من التشريبة. وهوريها لكم اهو اهو، تحفة تحفة تحفة. ايه رأيكم يا جماعة؟ ادي الطبق بتاعنا، ادي الفراخ اهي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ومستوية جميلة جميلة جميلة. شايفين؟ شايفين؟ ادي النص التاني، وده الفرخة كاملة اهي في فرن البوتاجاز اهي. ده بقى يا جماعة الرز بتاعنا بعد ما استوى وخلص، والفراخ بتاعتنا جميلة بعد ما طلعت، والأكل بتاعنا اهو. جمال